وطبعا من اول ألم بنتكشف قدام الفكرة دي وبنقع وبنتنرفز، ولما بندرك ان احنا عملنا حاجة غلط اللهم اني صايم، معلش انا صايم، انا مصدع، وهكذا. اهلا بيكم في برنامج سكينة مساحة هادية بنسيب فيها زحمة الدنيا ونقعد ندور على افكار رمضانية جميلة ندور فيها على نفسنا، ولمدة 15 حلقة طول شهر رمضان. ودي الحلقة الخامسة. طاقة الغضب، الصيام مش حجة للانفعال. اكيد انت في يوم من الايام، واكيد انت في شهر رمضان قابلت الشخص ده. ممكن كمان تكون انت نفس الشخص اللي بيجي دايما قبل وقت الفطار، ولما خلاص الجوع يبدأ يقرصه يبدأ ينفعل على اللي حواليه ويقول لك اللهم اني صايم، اصلا انا صايم، معلش مصدع. وزي ما يكون كده الصيام حجة للانفعالات بتاعته ولازم احنا نسامحه، وده بيكون مبرر ليه علشان خاطر يخرج من مشكلة الانفعال اللي هو بينفعله بسبب انه هو انسان صايم. طبعا قابلنا الشخص ده في الشارع، قابلنا الشخص ده في الشغل، قابلنا الشخص ده بينا وما بين حبايبنا في الأسرة بتاعتنا. الشخص ده دايما موجود وسطنا، وزي ما قلت لك في الأول ممكن تكون انت وبتعمل ده برضه غصبا عنك او عادة بتتعودها. ليه؟ عشان صايم ومصدع، وكأن الصيام رخصة لانفعالاتك ومبرر كبير جدا عشان تتنرفز بيه على الناس، وكمان نطلع أسوأ ما فينا. بس لو فكرنا بهدوء كده وسألنا نفسنا سؤال مهم جدا، احنا بنصوم ليه؟ لو كانت الإجابة الصيام بس، مجرد صيام عن الجوع والعطش، اعرف ان انت الشخص اللي احنا ذكرناه في الحلقة. وابشر كمان، يبقى بتضيع وقتك على الفاضي في نهار رمضان. الجوهر الحقيقي للصيام هو ضبط النفس. وضحنا في الحلقات السابقة الموضوع ده بشكل جيد جدا، بس ابشر انت في الحل نفسه. انت صايم عن الجوع والعطش، يعني حضرتك صايم عن الاحتياجات الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان. طب انت زعلان من ايه؟ يعني انت مشيت الطريق الصعب أصلا، يعني الأولى بيه تتحكم في انفعالاتك وتسيطر عليها. انت أصلا بتتحكم في الأصعب، ألا وهي حاجاتك الفسيولوجية، الجوع والعطش. وأكيد بالتبعية لازم تسيطر على انفعالاتك. هقولك معلومة مهمة جدا، مش دايما الانفعالات في نهار رمضان او في الصيام تحديدا بتكون بسبب نقص الكافيين. واحد عاوز يشرب فنجان قهوة، حد عافانا الله عز وجل بيشرب سيجارة ومشربهاش، مش ده السبب اللي بيخلينا ننفعل على بعض. يعني مش نقص الكافيين هو اللي بيخلينا ننفعل او نكون في مود انفعال. الفكرة كلها ان احنا مش قادرين نتقبل ان ممكن في نهار رمضان ننتج بدون ملهيات. هي دي المشكلة. الموضوع في الملهيات على فكرة، وقناعتك انت العقلية في فلسفة الصيام نفسها. وطبعا من اول ألم بنتكشف قدام الفكرة دي وبنقع وبنتنرفز، ولما بندرك ان احنا عملنا حاجة غلط اللهم اني صايم، معلش انا صايم، انا مصدع، وهكذا. اصلا ما شربتش فنجان القهوة بتاع الصبح، يا اول 3-4 ايام في رمضان هي القهوة، هو مش عارف ايه، هتعود بس. ودي طبعا بتكون المبررات. ناهيك بقى عن احنا ممكن نرمي المبررات دي برضو كمان على اللي حوالينا، واللي حوالينا ملهمش دعوة يا عيني غير ان هم بيتعاملوا مع حضرتك فقط لا غير. في حد فاهم انه ممكن يقدر يسيطر ويصبر على ده وبيستحملك، وانت ما انتش قادر تستحمل حد. ده لو انت كنت الشخص اللي بتعمل كده، او حتى بتواجه شخص بيعمل ده. جمال رمضان الحقيقي بيبان في حلمك وصبرك على الطاعة، وانك كمان تكون صابر وانت مجهد وتعبان، وازاي بتقدر تقول يا رب انا مش هعمل اي حاجة، انا هبقى زي الملايكة بالظبط، لا هاكل ولا هشرب، وهعبدك حق عبادة علشان خاطر اكون شبههم واقرب منهم. فلازم نتحلى بخلق الملائكة هنا، ولازم اي حد بينرفزنا ولو حتى كنا غلطنا غلطة بسيطة نحاول نتداركها بسرعة، ما يكونش ده بسبب الصيام، لأن الصيام مش حجة للنرفزة أو للمود اللي مش كويس، بل إن الصيام هو تهذيب وانضباط وإصلاح. وطبعا عفة اللسان، مش إحنا عشان بنصوم الناس تستحملنا. الإجابة لأ، ده أنا المفروض سلوكي يتعدل وأنا صايم، لأن المفروض أنا بعمل سلوك بينتهجه الملائكة. إذن لابد أن نكون في سلوك الملائكة وسط الناس، بيننا وما بين نفسنا، وبيننا وما بين الناس، بيننا وبين الناس في الشغل، بيننا وما بين الناس في الأسرة، نكون نموذج يحتذى به.
النهاردة بقى يا بطل التحدي لينا كلنا، نحاول لو سمعنا الحلقة نطبق الحاجات اللي احنا قلناها فيها، ونحاول نسيطر فعلا على سلوكنا عشان ما يروحش مننا رمضان اللي باقي منه. لازم نكون نموذج يحتذى به، ولازم نطبق سلوك العابد الطائع الملائكي، اي سلوكه قريب للملائكة. ودايما اما يحصل لك موقف زي كده عليك او ليك، ايا كان انت الشخص الجاني او المجني عليه، قول لنفسك انا هثبت، انا هصبر. خد نفس عميق جدا عشان تسيطر على انفعالاتك، وحط في دماغك ان السلوك اللي انت بتفعله كل الناس اللي حوالينك باصين عليك وبيتعلموا منك. قول لي يا بطل بقى بسرعة في التعليقات انت عملت ايه، سيطرت على نفسك ازاي، وايه الاجراءات اللي خدتها، او ايه الفايدة اللي انت استفدتها من الحلقة. رمضان كريم، كان معاكم محمد سامي في برنامج سكينة. وما تنسوناش من التعليقات، وان شاء الله اللي جاي افضل في حلقات احسن كتير. ما تروحوش مني الحلقة الجاية.